السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، انا اليوم غادي نشارك معكم لي باطا وسباكيتي اللي غندير اليوم للعشاء للدراري. هنايا عندي بصله صغيره اللي شلطها، انا غندير فيها الخضره، غندير فيها واحد الحبه ديال خيزو، حبه ديال الكرجيط. وهنايا عندي بصله حكيتها اللي غادي ندير فيها عين لاصوص ديال مطيشه. انا عندي الدراري يكون واحد واش كيبغي هنا، وغندير معاهم البولي. انا غندير شويه ديال الزيت باش يتقلى، وشويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم. هذه ديال الخضره ندير لها شويه ديال الخرقوم، وغادي نديرها فوق النار باش تحمس هذيك البصيله. هذه غادي ندير لها شويه الزيت حتى هي، وشويه ديال الملح، وشويه ديال التحميره. من بعد تحمس البصيله عاد ندير لها شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون. عندي الدجاج اللي قطعته بهذا الشكل هذا، نديرو حتى هو يتسحر مع البصيله. وهذه حتى هي اللي غندير لها لاصوص طوماط، غندير لها حتى هي الدجاج نشحرو. غادي ندير لها شويه ديال الثومه، من بعد غادي نزيد عليها الخضره. وهذه ديال لاصوص طوماط حتى هي غادي نزيد عليها مطيشه كما قلت لكم، وحده غندير لها الخضره وحده مطيشه. غادي نزيد واحد المعلقه د الزبده، هذه ديال المطيشه غادي نزيد لها واحد المعلقه ديال المطيشه د الحك، وغادي نزيد عليها شويه د زيت العود وشويه ديال الكمون وشويه ديال الربيع. من بعد ما طاب الماء غندير فيه الشعريه، غندير لها شويه د الملحه. غادي نزيد دابا شويه د الربيع على ديك الخضره، وغادي ندير عليها الشعريه. واحد الكاسرونه كندير فيها شويه د الزبده وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون، كنحركهم حتى كتذوب ديك الزبده. وغادي ندير فيها النص ديال ديك الشعريه. هي الشعريه ديالنا بعد ما وجدت كتجي بهذا الشكل هذا. هذه ديال الصوص طوماط درت لها شويه ديال الفرماج الفوق موتزاريلا، كل واحد واش يبغي يدير ليها. هذه ديال الخضره كما كتشوفوا، راه كاين اللي كيدير ليها مع السوجه، ديك لاصوص ديال السوجه كيديروها ليها الدراري عزيزه عليهم. وكاين اللي كيديرها ليها حتى هي في الطياب، انا ما درتهاش كيديروها ليها في التبصيل. المهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش تابونيو وتشاركوا مع العائله ديالكم والاصدقاء، وشكرا على المتابعه ديالكم. والناس اللي دخلوا عندي جداد كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. وكنعتذر على التاخير ديالي.